من النهاردة هتكوني ملكة في بيتك. تاتش حلتلك المعادلة الصعبة. منتجات تاتش فعلا ما بتهزرش. مش معقولة اللي أنا شايفاه والجمال والحلاوة وكل المكونات اللي هترجع بيتك جديد وهترجع غسيلك نظيف وهتعملك كل حاجة انتي عايزة تحققيها في بيتك من منتجات تاتش رائعة. تعالوا بينا نتعرف على منتجات تاتش. أول حاجة عندي مزيل البقع للملابس، مزيل البقع. بعد كده هدومك وهدوم ولادك مش هيبقى فيها أي بقع ولا أي مشكلة. كمان ما نسلكيش في ملمع الخشب اللي هتلمعي بيتك بيه وتخليه دايما نظيف وبيبرق، ولا بقى مزيل الدهون للأفران وللطاسات اللي بقالها كده كام سنة، وكمان منظف الحمامات وبيزيل البقع الصعبة والصفرة من الحمامات، وكمان القضاء على الحشرات. طبعا داخلين على الصيف والحشرات الزاحفة دي مش قادرة اقول لكم بقى كلنا بنعاني منها. عندهم كمان منتج إبادة الحشرات. تاتش زي ما قلت لكم في اول الفيديو ما بيهزرش. منظف ومعقم الارضيات اللي هيخلي سيراميكك دايما بيبرق وبيلمع. وكمان ما نسيوكيش في شامبو السجاد. العيد داخل عليكي وهتغسلي السجاد وبيبرق، ولا لمسة معطر العود اللي هتقلب ريحة بيتك كلها، وكمان اللي مسلك الأحواض والبلعات اللي هيرجع لك الصرف بتاعك جديد تاني من أول مرة. وكمان ما نسيوكيش كمان في مبيض الملابس الجديد. تعالوا هنا بقى نجرب تاتش بتاعنا الحلو ده. اول حاجه جبت كده طاسات عتيقه زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها كده على النار سخنت كويس جدا. تمام، انا عايزاكم تحفظوا شكل الطاسه دي كويس. والطاسه سخنه كده بروح جايبه بقى رشها كده من تاتش بتاع مذيب الدهون، بجد رائع. تمام، ولكن الطاسات يا جماعه المحروقه دي هي عايزه صبر بس شويه. المهم بقى انا برش كده المنتج والطاسه سخنه كده. لازم طبعا مكتوب على المنتج ان انتوا لازم تسخنوا الحاجه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الدهون بتفور ازاي. بس بقى هي عايزه بقى ايدين كده حلوين كده يدعكوا بقى كل الدهون المذابه دي. بجد بجد حاجه فوق الرائعه. شايفين الدهون اللي بقالها سنين على الحاجه بتفور ازاي؟ يا دوبك تبخي البخه وتمسحي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا طبعا بقى كل بقى اللي كان انا مسكت بقى طاسه واحده بخيت دول، ومسكت طاسه واحده وسبتهم كده يبوشوا بعد ما بخيت عليهم شويه وكده وهم سخنين. تعالوا بقى هنا نخش بقى على البوتاجاز. طبعا بقى انتوا شايفين بقى مطرح التصوير زيوت وسواد على الزيوت مدلوقه على البوتاجاز. جبت بقى مذيب الدهون من تاتش برضو وبسخن العيون وببدأ أرش بقى على الحوامل وعلى العيون تاتش كده زي ما انتوا شايفين. فعلا تاتش ما بيهزرش. سيبنا بقى البوتاجاز وتعالوا هنا بقى للطاسات اللي احنا بوشناها بتاتش. بصوا هنا بقى تبدأي ان انت تكحتي بقى. طبعا الطاسات دي يا جماعة في طاسة بقى لها 15 سنة وطاسة تاني بقى لها اكتر. عارفين انتوا الطاسات العتيقة دي، الطاسات العتيقة اللي بتبقى بقالها سنين. بصوا شايفين كمية الدهون اللي بتنزل. لا بجد الطاسات دي كانت صعبة جدا، يعني الطاسات دي صعبة صعبة صعبة. عايزة اقول لكم ان بصوا الدهون يعني على قد ما بيقدر بيشيل الحاجات. بصوا شايفين الطاسة عاملة ازاي. بحط هنا كده شوية بريل وبجيب. شايفين الدهون، كمية الدهون اللي نازلة رهيبة، لان فعلا الطاسات يعني فظيعة جدا. بلبس هنا جوانتي كده وبالسلكة اللي هي الستانلس دي ببدأ ان انا ادعك في الطاسات. تمام كده، والطاسة لو سخنت قصدي لو بردت تسخنيها تاني وتبدأي ان انت تدعكيها بالسلكة شوية بريل وشوية كده من مذيب الدهون بتاع تاتش. تمام، بصوا انا عايزة اوريكم كمية الدهون. فعلا الطاسات يعني بقالها سنين، يعني الطاسات فعلا فعلا بقالها سنين جامدة. تمام كده، بحط هنا زي ما حضراتكم شايفين كده برش من منتج تاتش برضو بعد ما بسخن الطاسة. بس انا الحمد لله انا كان كفاية عليا طاسة واحدة اليوم ده. كان كفاية عليا طاسة. بصوا بقى تاتش خلى الطاسة عاملة ازاي هتتفاجئوا. الطاسة اللي بحمر فيها بقى لي 10 سنين يا جماعة. على فكرة الحاجات اللي فيها دي ألمونيا متجرحة. شايفين كمية الدهون اللي نزلت. وكمان غسلت الصينية بقت بتلمع معايا الاستانلس بتاعها.
تعالوا هنا بقى للبوتاجاز، شايفين شكله عامل ازاي؟ يا نهار ابيض. بس بجد تاتش دلوقتي حلها لنا. وكمان من اصعب المناطق اللي بتكون في البوتاجاز هي الافران. طبعا ده انا هوريكم الفرن دلوقتي بيطلع ايه. بصوا بقى هنا بقى بسلكة بفيري بقى، وبروح جايبة كده بشوية مية، وببدأ ان انا كده، بصوا والله انا مش بحر الدعك يعني، انا يا دوبك اهو. بصوا شايفين؟ بطلع الدهون، بصوا الدهون، بصوا الدهون اللي تاتش بينزلها لي، وانا بقى بغسل بقلب جامد وفاكرة نفسي ان انا كده بنضف. بصوا اتبني في دهون كانت مستخبية كتير. بجد بجد المنتجات دي رائعة يا جماعة. أنا بنصح كل ست بيت وكل صاحب شركة أو مصنع، بجد الحاجات دي يعني هتبهرك بجد والله العظيم. يعني كل حاجة كده، كل ما يخص النظافة، من ملمع إزاز، من من رش حشرات، من دهون، من مزيل بقع. لا بجد الموضوع يعني بشكر طبعا أستاذة سامية الجمل على المنتجات بتاعتها التحفة دي. مسلك الأحواض، كل حاجة بنحتاجها لست البيت. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عملت حملة نظافة رائعة. بصوا بقى ما شاء الله، هنا عندي بالفوطة بتاعة المطبخ الناعمة دي، وببدأ إن أنا أنظف في البوتاجاز. بصوا الستيل بتاع البوتاجاز عمل إزاي. اللهم بارك. شكرا يا أحلى سمسمة على منتجات تاتش الجميلة اللي انتي بتقدميها، بجد تحفة. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. بجد تاتش فعلا ما بيهزرش. نمسح بقى كده، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الستيل بتاعي بقى بيلمع. اخر حاجة بفوطة نظيفة، وببدأ بقى ان انا ايه، انضف. طبعا انا بحكم تصويري وشغلي بقى انتوا عارفين. بصوا هنا حوامل البوتاجاز بقى، مسكتها برضو بالسلكة، بقيت ادعكها. عايزة اقول لكم انها بقت تنزل صدى، حرفيا والله بقت تنزل صدى. تعالوا هنا بقى لعيون البوتاجاز. بصوا بقى من مطرح التصوير والبهدلة، بالسلكة اللي هي الستيل دي، ببدأ ان انا اشيل بها كده ايه الدهون بالفيري بعد ما رشيتها بتاتش. هسيب لكم يا جماعة لينك التواصل مع شركة تاتش في التعليقات. بصوا ما شاء الله العين، ما شاء الله، شايفين كل الدهون اللي كانت عليها. تعالوا هنا بقى للفرن بقى، القصة المحزنة بقى في الموضوع كله. بصوا الدهون يا جماعة عاملة ازاي في الفرن. بصوا بسخن الفرن وببدأ أرشه بتاتش، حرفيا دهون السنين هتطلع معاكي. بصوا والفرن سخن كده تبدأي ترشيه. دلوقتي بقى بطلع، بصوا الحوامل بتاعته كده زي ما انتوا شايفين، وبطلع كمان الشبكة دي بقى ما اقولكوش. هنا برضو بالسلكة، وببدأ ان انا ايه، سلكة الستيل دي ببدأ ان انا انضف بيها يعني عشان اضاعف. بصوا اللي نازل من، يا نهار ابيض. بصوا اللي نازل. بصوا على فكرة الفيديوهات دي من الفيديوهات التحفيزية اللي أنا بحبها جدا. في المحتوى بتاعي بجد بحب فيديو التنظيف. على قد ما بتعب، يا خرابي على اللي نزل في الحوض. يا نهار ابيض. بصوا هنا بقى بالسلكه باب الفرن بقى كده بمسكه، يعني ما اقولكوش بقى. بصوا التاتش سهلها عليا، بدل ما اقعد ان انا ادعك بقى لا بصوا يا دوبك انا بمشي السلكه بس على باب الفرن. بصوا يا نهار ابيض على الصدى اللي طالع. بصوا 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 اللي طالع معايا من الفرن عامل ازاي. بصوا الفرن كده مسحتها وبقت بتبرق، ما شاء الله. بصوا البوتاجاز يعني رجع جديد. تعالوا هنا بقى، ده بقى مزيل البقع بتاع الاحواض اللي بيلمع الستيل والحمامات. بصوا بقى بترش كده هنعمل بقى دورة تعقيم للحوض. والله الحوض ملوش نفس برضه، يا دوبك بتبخيه وبالسبونسة بتغسلي، مفيش دعك. بصوا الحوض بيبرق ازاي. بشيل هنا السلاكة بتاعت الحوض، وببدأ بقى احط هنا بقى ايه، من اللي بيسلك بقى الاحواض والبلاعات، وبروح فاتحه الميه. ما شاء الله بتجري جري. يلا يا جماعه جربوا منتج تاتش وادعوا لي.